الشامي كل يعني المعجبين والمعجبات. ما يعني الواحد هيك بيقول اف، هالشاب يلي خرق وعمل هالظاهرة. حتى أنا جوا هلأ كنت بالمكتب إني سمعت الضجة قبل ما أعرف إنك أنت وصلت. فأهلا وسهلا فيك بالنهار فيك يا حبيبة قلبي. بالبودكاست. دايما هيك سؤالي to fill your strap، إذا أنت بتحب تعرف عن حالك على طريقتك، كيف الشامي بحب يعرف عن حاله؟ بقول إنه شاب عمره 22 سنة، هاوي، بيحب الموسيقى. ما كان عنده معرفة أصلا بالقواعد الفنية ليتبعها. ما سنحت له الفرصة ليتعلم شو هي القواعد الفنية ليتبعها، فشكل قواعده الخاصة وانطلق بالموسيقى وعمل اللي هو بيحب يعمله. وهينا هون. شكلت قواعدك الخاصة بكل شيء، يس. يعني من أنت وطفل ومشكل قواعدك الخاصة، صح أو صح لا؟ صح اليوم عمرك 22، صح. بس من عمر 9 سنين أو يمكن قبل، هلأ رح تخبرني، مشكل هالقواعد الخاصة. ورح بلش من هالسؤال. أوكي. بنتي اللي عمرها 9 قالت لي شو اسمه، وقفت هيك أنا وإسراء زميلتي وبعدين هيك قلنا رح نسألك السؤال، شو اسمك؟ اسمي عبد الرحمن فواز. أوكي. هالطفل اللي كان اسمه عبد الرحمن وبعده اسمه عبد الرحمن، واليوم هو الشامي اللي كل هالناس اللي بتتابعوا بحبوا أغانيك، وفنان وظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي. آه، مين هو؟ ما قلت لك هو هذا الشخص يلي يمكن الدنيا ما عطته الفرصة ليتعلم القواعد، فلما شكل قواعده الخاصة صابت. وهذا الشي مش بس انت اول ما قلتي لي باول عادتنا قلتي لي بس تسمعيني بتقولي اوف. مش بس انت بتقولي اوف، انا اللي بعدني عم اقول اوف. هذا الشي مش بس مبهر لإلك، هذا الشي مبهر لإلي. كنت عم بحلم، كنت عم حاول، كنت عم خطط، بس لما بنلمس النتيجة حتى انا بعدني عم اقول اوف. عم بتقول أوف، هاي الأوف مسؤولية كبيرة وعمرك 22، وهيدي الأوف فيها تكبرك وتكبر أكتر. قديش بتمسك على حالك وبتشتغل على حالك تضل على الأرض؟ لأنه اليوم أنا هذا الشيء بيهمني عبرك. في كتير شباب أو ناس بتكبر وأكبر بالعمر بيصيروا مش قاشعين حالهم وبينسوا، وبس يرجعوا على الأرض بياكلوا الضربة. قديش واحد لازم يبقى نفسه، لأنه هذا الشيء بخوف. فهاي الأوف بتخوف ومسؤولية اكيد كبيرة بتخوف. بين إيديك. كنت بعد كل شي كبير بصير بحياتي، بعد كل شغلة كبيرة بتصير بحياتي، لما بدي ادعي لله ما اقول له يا ربي التواضع، اقول له يا ربي عدم الادراك. ما تخليني ادرك، لانه اذا بدي ادرك وافهم اللي عم بيصير مستحيل يحملني راسي. أوف. فكنت عم بدعي اني ما افهم، بكفي اللي حوالي اللي بوثق فيهم يفهموا ويوجهوني صح. انا ما بدي افهم، انا اتركني عبد الرحمن، لانه بمجرد ما فهمت مستحيل يحملني راسي. بتصير بهذا المجال وبظرف سنة أو سنتين بتصير أشياء كتير كبيرة. يعني مثل كنت عم بسأل حالي شو يعني الناس عم تقطع كتير كيلومترات وعم بتنط على مناطق عالية مش لتأذيك لأنه بتحبك. مم. بس تعدي وتسألي حالك هذا السؤال أكيد بده يتملكك الإيجو، وأكيد بده يتملكك الغرور بدون ما تحسي. فشو يعني؟ فكنت عم بدعي الله ما بدي أفهم، ما تفهمني هلأ ليصير مخي قادر يفهم ويتحمل اللي بده يفهمه. فهمني. رح تضل تشتغل على هالشي تقدر تحافظ على التواضع وما يكبر الإيجو، لأنه أيام الإيجو بيصير العدو تبع الإنسان وبيروحه. أول شغلة فهمته بهذا المجال إنه مرض أي فنان أو اللي ممكن ينهيه مبكرا هي بعض الأشياء الشخصية، اللي أغلاطه الشخصية مش المهنية. المهنة بتحمي أحيانا إذا اشتغلناها صح، والغرور. فالاثنين بعتقد إني أنا محافظ على حالي فيهم لحتى ما أوقع فيهم. ودام عندي هاي الفكرة من كتير بكير إنه أنا بدي أحفظ حالي وأحفظ مهنتي، لأنه أنا كتير بحترم اللي أنا بعمله. بعتقد ما بعمري بوصل لهي النقطة. بدي أرجع لطفولتك، بس قبل ما أرجع لطفولتك وقبل ما بعدين أحكي عن المهنة والمستقبل، مش رح سميه جنون، بس في ظاهرة يلي هالشباب والصبايا يلي بيطلعوا على المسرح، يلي الجنون هو الشامي، يلي بس بدها تغمرك، يلي
عم نشوف على يعني عم نشوف على السوشيال ميديا يلي تركها خطيبة ومستعدة ما عندها مشكلة انه يتركها خطيبة بس لانه هيدي الصورة او هيدي الغمرة. يعني هالحب كله كيف قدرت، كيف وصلت له، كيف صارت، يعني شو بتفسره وقديش بتصدق بتقدره كتير وشو كتير بتقول للناس؟ كتير سائل حالي عن ليه. ليه انه اوكي بعمل موسيقى، في كتير بيعملوا موسيقى، عندي ابداع، اوكي في كتير ناس عندهم ابداع، ليه؟ شو في؟ ولا مرة وصلت لنتيجة مطلقة، دائما الامر كان نسبي. بس يلي قدرت اعرفه انه هن بيحسوني قريب منهم. لما بنرجع لنقطة القواعد الخاصة، انا بحاول افسر الامر من جهتي ليه. فبقول يمكن لاني لما شكلت قواعدي الخاصة، هاي القواعد خلتني كتير قريب منهم. ما اتبعت المعتاد بين الفنان وجمهوره، لا، انا قريب منهم، بفتح لايف كمان على الستوري، بطمن عليهم نجحوا بالمدرسة. تخيلي انه في عشرات منهم انا بطمن عليهم مهم. على الانستغرام، وبيطمنوا علي. انا ما في غيب يومين عن السوشيال ميديا، لازم بصيروا بيحكوا مع رفقاتي، بيحكوا مع الدنيا كلياتها، بيدقدوا إنه في كراخية مثلا، لا، بس في علاقة أقرب من كونها. في تأثير معين، هن إلهم تأثير على حياتي وأنا إلي تأثير عليهم معين، أكبر من فن بعتقد. لهيك بمرحلة من هالمراحل الجديدة، أم، صرت أعتني بثقافتي وبشخصي، لأنه عرفت إنه هن بيحبوني أنا، ولازم أنا أهتم بأنا مهم. أكتر من فني. مش مظبوط. يعني أهمل فني، لا، بس يعني لازم أهتم بأنا وهن بيحبوني أنا. فيهم يسمعوا هاي الغنية على يوتيوب، وفيها بعد ما تسجل حفلة يسمعوها، بس عم بيحضروا عم بيجوا من كتير بعيد ليشوفوني أنا، لأنه بيحبوني أنا. فلازم أهتم بهذا الأنا لحتى يكون ما في شي مثالي بالحياة، بس يكون أقرب للشخص اللي كتير منيح. لا، إذا هن عن جد بيحبوه، إذا بدهم يتمثلوا فيه، يكون حدا منيح. قد إيه مهم اللي عم بتقوله، اهتم باللي أنا، بالشخص اللي أنا هو أنا. واليوم جيلنا بنتخانق معه، يشتغل على أنا، على شخصيته، على تعليمه، على تربيته، على حياته، على تطوره بالحياة، على كيف يقشع الأمور. يمكن كمان مثل ما أنت عم بتقول، يعني أنت فنان انفلونسر مشهور موجود عم تتعاطى مع هالجمهور، بدك تكون مثل لألن، مش انه انت بس بتغني. وهذا مثل لانه هن في كتير بيعتبروا كل شيء صار هين من وراء السوشيال ميديا، او الواحد فيه يوصل بسهوله من وراء السوشيال ميديا. وهذا رح نبلش بحياتك هلا بعدك عم نتاخر لانه كل شيء بتخبرني خبريه اهم، بتقلي جمله اهم من الثانيه. قديش هذا الشيء الواحد يشتغل على الانا، على إذا بدك الانسان، من على يومين حاله. كنت عم بحكي معهم هيك، أنا بحكي معهم كتير على الانستغرام، باخد أسئلة منهم وبجاوبهم وهيك. فكانوا عم بيقولوا لي على فكرة إنه إذا أنت بتعيش كتير فنيا أو ما بتعيش كتير. فقلت لهم الفكرة اللي كل شي عم باخده جديد، لأنه الحالة أصلا كلها جديدة، فعم بتعلم إشياء كتير بسرعة. فقلت لهم إذا بدكم، تعلمت إنه كان عندي إيمان بالفن، بس اتعلمت من التجارب التانية إنه لازم ما يكون الإيمان المطلق بالفن، لازم يكون الإيمان أنت بنفسك. إذا أنت مآمن بنفسك، ما فيك بقى ولو نهار الفن بيقولوا خوان مجد باطل إلى آخره، بس أنت مش خوان، أنت مش مجد باطل. أنت إذا بتثقف حالك وبتشتغل على حالك وبتطور نفسك وبتكون إنسان منيح على الصعيد الشخصي، أنت بتعيش. وقديش هذا الشيء صار أكتر، يعني بدك تشتغل أكتر على حالك لأنه أكيد. عندك شغلك يلي هي الموسيقى، وتشتغل على صح. موسيقتك وشغلك ومهرجاناتك وحفلاتك، إلى جانب أنك تشتغل على حالك يعني. هذا شيء كتير صعب. إيه. وفي يعني دائما في مسؤوليات لكل إنسان، بالأخص لما بيوصل لمرحلة معينة من المجتمع. بيكون له هاي المسؤولية، عنده هاي بيكون عنده مسؤوليات، حتى أحيانا تفاصيل صغيرة بس بدنا نعتني فيها. علاقتنا مع الرفقة، علاقتنا مع العيلة، علاقتنا مع الناس اللي بيشتغلوا معنا، علاقتنا مع جمهورنا. بيفكروا انه الفنان تغير، هي الحقيقة انه هن بيكونوا عم يتغيروا حوالينا، ونحن بدنا نكون دائما عم نستوعبهم لانه الدنيا عم تتغير. ففي كتير مسؤوليات للفنان. هل بتصير شايف حالك وثقيل وما بدك تتقرب من الجمهور، شو رح تحب حالك أو رح ما توصل لهالشي اكيد لا، بحياتك؟ وما بعتقد اني بيوم من الايام حوصل، لانه بقول لهم جملة دائما انه شكرا لانكم هون، لانه بالمطلق بسببكم انا هون.
طلع هيك بالكاميرا، شو بتقول لكل المحبين؟ انه دائما مثل ما قلت لك بقول لهم اياه، انه حرفيا لو ما انه هن موجودين، لو ما الحب اللي بيعطوني اياه ما في يكون هون. كل الشيء اللي انا عايشه وكل الاشياء الحلوه اللي انا اخذتها بحياتي بس لانه بيحبوني. طب اللي بيحبوك شو النصيحة اللي بدك اياهم انه يمشوا معك فيها؟ آه، آمن بحالك انت، وبس بحالك انت. ما تسمع حتى لو انت بنظرك هذا الشخص كتير قريب وعم ينصحني، نفسك هي الأصدق دائما، وهي الأعلم بحالك وأعلم بقدراتك. فدائما انت كون مصدق نفسك وعارفان شو بدك واتبعها للآخر. ولو أخدتك لمكان مش اللي بدك إياه 100%، بس بتكون وفيت لنفسك، لأنه نفسك هي الوحيدة اللي حتوفي معك للآخر. حلو. عمري 9 سنين او اصغر، من وين بدك تبلش تحكي؟ 9 سنين هي اللي بلشت، يعني قبل ال9 سنين شو كانت. بتتذكر قبل ال9؟ بلش لي كل حياتك، خبرني اياه. قبل ال9 كنت إذا بدك ولد كتير هادي. أمي كانت تحطني على الكنباية لأحضر على التيفي. ممكن ضل 7 8 ساعات بدون ما أتحرك، بس عم بتفرج. هذا الولد كتير هادي، كنت شاطر بالمدرسة. وعائلة متماسكة، وما في أي مشاكل بحياتنا أبدا، كله منيح. إلا أني هيك شوي مختلف. هذا الاختلاف كان باين من عائلتي ومن كل الناس إنه أنا شوي غير. بس كل شي تغير وكل شي صار لازم يؤخذ بمحمل الجد بعد ال9 سنين. كل شي قبل الطفولة لذيذة، وبعتبر انه طفولتي كانت حلوة. عائلتي منيحة وحياتي منيحة، ونحن وضعنا المادي مش سيء. كنت احصل على اللي بدي اياه تقريبا، وكل شي كان منيح، ودراستي مرتاح فيها. بعد ال9 سنين بلشت تتغير الحياة، لبلشت الحرب السورية. هون بلشت افهم انه لا. ابي دائما بحمله هذا الغلط. بقوله انه كنت معيشنا باللا لاند، ما بنعرف الدنيا. فلما بنكبر شوي، او لما باجي بعد عمر ال9 سنين، انه بحس بدي لوم لأبي انه طلع في كذب بالدنيا. ما ليه ما خبرتني انت؟ ما كنت بعرف انه في كذب. مثلا في اشياء صرنا بدنا نفهمها عن جد. قد ما كانت حياة مثالية قبل هذا العمر، في اشياء كتير صغيرة وبديهية، بس إنه لا، ما كنت عارفة انه هي موجودة بالدنيا هالقد. بيك ما كان عم بكذب عليك. هلا كان عنا مقابلة مع عالمة نفسية عم بتقول مضطرين بهيك عالم ببلدنا ببلدان مثل منطقتنا انه نكذب على اولادنا تما نحسسهم هالقد ونحملهم هالقد اوجاع ومصايب، لانه دايما عنا صفحة ورا التانية من المصايب. فيمكن كمان بفهمك، بس انه يمكن هذا الوضع المنطقة كلها للأسف اللي عم نقشعه، وبشاعة الحروب كلها اللي عم نعيشها. ايه، بس كنت بتمنى اكون مدرك اكتر من هيك، لانه او او يمكن بقول الحمد لله، لانه اجت بهي الطريقة. وهيك مثل الكف، كنت سمي كل درس بحياتي كان مثل الكف. فبقول اني تعلمته بصم، ما بقى بغلط بالدرس، حفظته. كل رحلة لجوئي بعد ال9 سنين، وكيف كنت وما عم بفهم. هلا انا راجع، هلا انا رايح للأبد. حارجع اشوف حارتي بعد 3 4 ايام وخلص بتنتهى. بس اللي صار انه كيف مجرد ايام كنا كتير رواق، وصار في حرب. وكنت عم شوف اشلاء، وشوف جثث بحارتي، وشفت ولاد حارتي، الناس اللي انا كنت عم بكبر معهم، مرميين بالارض لما انا فت على الحارة، وجثث ودم. عمري 9 سنين. ولما طلعنا وكان عم بيقول لي ابي انه لا، كم يوم نرجع. ومر على هالكم يوم ومنرجع شي 13 سنة. وكنت أول للأسف. 13 سنة وأنا مآمن بأنه بعد كم يوم بنرجع. لا، ولا مرة فقدت إيماني بالمطلق، لأنه أول ما صارت الحياة صح معي رجعت. أول شي قررت أعمله إني أرجع على سوريا. وما بعرف ليه، نسيان أغلب الأمور. طلعت 9 سنين وشكلت حياتي وشبابي ومراهقتي وعلمي كله برا. بس ما بعرف ليه، إنه يمكن صار عندي هذا التحدي، إنه إيه كم يوم ومروا هدول. لا، بس أنا عن جد بدي أرجع. قد ما مر وقت بدي أرجع. ليه ما رجعت؟ فما كانت رحلة سهلة هال 12 13 سنة. وكانوا قاسين،
مو بس علي. واغلب الاشياء اللي بكتب عنها ما بتكون بتمثلني بس انا، بتكون بتمثل ابي، بتكون بتمثل اهلي. لانه كنت طفل بيراقب. يعني كنت اقعد بالبيت ما بحكي ما بعبر، بس براقبهم، براقب ابي شو مشاعره، وبفهم اشياء يمكن ما لازم افهمها. انه ليه بدي افهم انه ابي بعد كل اللي بناه بحياته راح ترجع. هلا عم يرجع يبني ببلد جديد من اول وجديد. صح. ولد عمره 11 سنة 10 سنين، ما لازم يفكر بهالجوانب هاي. بس كنت عم فكر بأبي شو عم بحس، وبأخي اللي ماتوا رفقاته، وبأخي الصغير اللي عم يكبر ببلد لجوء، وبأختي وكلياتنا. وما حدا عرفان شو مصيره، ما حدا فهمان شي، وبقينا ما فهمانين شي. ورح ولهلا نضل مش فاهمين ولهلا شيء. ماني فهمان شي. من يومين كنت عم حاكي أخي بألمانيا، عملوا نحن رجعنا، فبدك ترجع، وعنده هي الشقف بالنص. بنى أغلب حياته بألمانيا، وبس أهله تحت، بس هو حياته صارت بألمانيا. فلحد الآن نحن مشقفين. أنا جزء مني بقي بتركيا مثلا، وجزء مني بلبنان، تعلقت بهالبلد كثير، وبسوريا، وأهلي بسوريا. صار في تشقفنا، كل حدا بميل. وآخر هيك مكالمة جماعية مع العيلة قلت لهم نفقدوا الأمل من إنه نجتمع. لأنه بقت المشكلة مش أحداث، مش إشياء، بقت المشكلة نحن. تقسمت حياتنا وتفرقت مشاعرنا تجاه الأشياء والبلاد، وما بقى فيها تنجمع بحياتها. حنعيش هيك. للأسف إنه هيدا حياتنا كلنا هيك. هيدا ظروفنا كلنا الموجعة والمؤلمة والصعبة واللي كلنا مشقفين. كل هالشعوب، شعوب المنطقة عم بتعيش نفس الشيء، وعم بتضل عايشة بهيدا الوجع. للأسف. للأسف، عن جد للأسف. وإن شاء الله عن جد نحن وعم نحكي ما نعود نشوف ولا حرب، ولا يا نشوف رب. ولا إنسان عم بيموت، ولا نشوف بقى ولا مصيبة. إن شاء الله نوصل لهالنهار. يا رب. شي نهار بالحياة. آه، تركيا، خبرني عن تركيا. شو أوكي. عملت؟ أول سنة من تركيا كنت بدي أدرس، بحب الدراسة، و... وفت بالمدرسة. بعدين هذا اللي كان أوائل الكفوف تبع مش مثل سوريا. أنا سوري. بلشت أفهم شو يعني سوري برا، مش يعني سوري جوا. كلمة سوري برا كتير بتفرق عن السوري اللي أنا بعرفها، عن اللي تعلمناها بالمدرسة، يلي كلها مجد وقوة وقومية وعراءة وأشياء حلوة. بس كلمة سوري برا كتير بشعة للأسف. فبلشت أفهم شو يعني أنا سوري برا، وكل شي صار برا البيت بشع، كل شي. بس كنت عم كفي، ولأني كان عندي خصلة إنه أنا حابب وقف قدام مع أبي. بهاي الفترة ما بعرف، إنه كنت صغير بس حبيت أشتغل. أنا اللي طلبت واشتغلت وانخرطت بالمجتمع، وتعلمت اللغة التركية تقريبا بثلاث أربع شهور. وهذا الشي اللغة التركية صعب، إنه تعلمتها بسرعة الحمد لله. وكنت أول حدا من عائلتي بينخرط بالمجتمع التركي، وصير له أصحاب أتراك وبيشتغل ومدرسة وهيك. وكانت هاي السنين رغم صعوبتها عم تمرق. أبي كمان رغم صعوبة الأمر قدر يفتح شغل من أول وجديد، وقدرنا ننطلق. لا، مثل ما تعودنا ما في شي بمر هيك بضل بسهولة. بسهولة. لقرر أخي الكبير إنه ما بقى يتحمل الحياة بتركيا، وبده يسافر. شو يعني بده يسافر؟ بده يركب بالبحر، وبده يطلع تهريب على ألمانيا. هاي الشغلات اللي بنسمعها، إنه نعم. بنسمع عنها نحن، بس انت هلا حتصير معك ما عم صدق. انا بسمع انه في ناس عم تطلع تهريب على المانيا، بس انت هلا بدك تطلع. انا كنت صغير واهلنا كل ما عم بيصدقوا انه عن جد وصل لعنا ما بيقول وصل البلة دقنا. ايه، ما كانوا بيسمعوا، خلص بده يسافر. وكان هو اول حدا من العيلة بيطلع. اذا بدك فيني اسميها هالفقرة تشتت العيلة. طلع اخي. شفته. اكيد ودعته،
و... وصلته؟ لا، بس انه انا كنت معه لحد ما طلع من البيت، انه هو كان عم بيفتل على بيوت الكل، لان احنا عيلة منا صغيرة بتركيا كنا، فكنت معه طول الوقت لحد ما طلع بالسيارة وبده يسافر على مدينة تانية، ومن هنيك بده يطلع. اكيد كنت معه، رافقته بكل الوقت بأورفا. فطلع اول جزء من العيلة، وبعتقد هي كانت المفتاح تبع التشتت، وبعدها ما بقى شي يصير منيح بحياتنا. بعد فترة منا بعيدة مات أخي اوف. الصغير عمر بحادث سيارة. أسعفته بإيدي وأخدته على المشفى بإيدي، ونطرت 3 أيام ل توفى. وكان عنا هذا الأمل، لأنه أخي الكبير ما كان موجود هون، فحملت مسؤوليات أكبر مما لازم أحملها أو أفهمها بهداك الوقت. كان لازم يخبوا علي، ما بعرف. بس كنت عم شوف اشياء وتابع اشياء كانت كتير كبيرة. واذا بدك على الصعيد الشخصي، كانت عم بتقوي. هي القلبة، هي اللي امي من كم يوم قالت لي انه عم بتحاول تفهم شو اللي غير شخصيتي هالقد. او ما قالت لي جملة كتير كبيرة، قالت لي يمكن بعد ما مات عمر اخدت شخصيته. قد كان عمره عمر؟ 7 سنين، صغير. قد كان عمره؟ يعني 11 12، يعني هيك شي. هو كان رفيقي، ما كتير في فرق بالجيل. فالأحداث وتفاصيل الأحداث موت عمر جابت الهم للبيت، وبلشنا نفترق. أختي كمان طلعت على ألمانيا، بس مش بهذه الطريقة، طلعت نظامي أكتر. وفي أخت نزلت على سوريا، و... وبقينا أنا وأبي وأمي وأختي الصغيرة فجأة من بيت كبير وعائلة كبيرة وعائلة مرتاحة ماديا، وأبي تاجر بسوريا، لعائلة كل الهم والحزن نوعا ما. وكلياتنا مفرقين، وطول يومنا على التليفونات نطمن على كل جزء وين موزع، أو كل جزء عم يطمن علينا. بس اللي صار إنه في شي انكسر بعد ما مات أخي وتوزعت العيلة، وما بقى بيهمني شي. أنا في وقعدت بالبيت، ومن هذا الشخص اللي بيحب الحياة وبيحب يشتغل وبيحب يدرس وإلى آخره، لا ما بدي شي. شو نقطة التحول وموت عمر. من بعدها؟ افترقوا كل اخواتي. لا لا، من بعد هيدا الشي. من بعد شو صار؟ ايه، كيف تحولت؟ قعدت بالبيت ما قعدت بدك شي؟ قعدت بالبيت وحرفيا ما بقى بدي شي. وشي سنة ونص للسنتين ولا مرة قعدت على سفرة مع أهلي بقلب البيت. ولا رافض؟ مرة فطرت أو تغديت أو تعشيت معهم. لأنه منك قادر تقشع ما لي قادر أشوف هالمشهد. حدا. أه قعدت بهي الغرفة. كل اللي عملته، أنا أخي مات بالعيد، فاجتنا عيديات مثل أي ولد. رحت اشتريت فيهم أغراض تسجيل، وهدول اللي رافقوني بهي العزلة. تقريبا بدي اقول لك 2.5 3. قعدت بالبيت بلا ولا شي، ما بطلع على الحلاق، شعراتي كانوا لهون، وما بشوف الشمس يمكن لأنه معكوس نهاري. ففي إنه أقعد شهرين بلا ما أشوف الشمس 3. لا تصدف مرة إنه أقعد مع أهلي على فنجان القهوة، بس ولا مرة صدفت نقعد معهم على سفرة. بهي الفترة إنه كان أبي يقول لي شغلة أنا وصغير، انه اكتر شي بيكبر الانسان وبيطوره هي العشرة، المعاشرة. وهي اول شغلة فهمت انه مو كل شي كان يقول لي يا ابي مثالي وصح. اكتشفت انه اكتر شي كبرني بحياتي وخلاني اسبق حالي قبل ما موتة اسبق عمر. حدا هو عزلتي. مم. العزلة شو يعني؟ عم اقضي 16 17 ساعة 12 ساعة بالغرفة لوحدي. شو كنت تفكر بهالعزلة؟ لهلأ بعيونك هيك شو المشاهد اللي بترجع لك؟ اذا بدك كنت عم فكر ببعد
ما بعد هي المرحلة، لأنه كنت بعرف إنه قاطعة، بس أنا كنت عم أقول إنه معلش أنت بتستحقها. بس كنت كل الوقت 3 سنين عم ببني أحلام لبعد بس أطلع من هاي الغرفة شو هعمل. وكنت عم بعمل موسيقى وانشر على اليوتيوب، وكنت عم بقرا كتير. وصابني فضول بهديك الفترات للتاريخ، لأنه سمعت جملة إنه إذا بدك تقدر تعرف المستقبل بدك تقرا تاريخ. بدك تقرا تاريخ. فرجعت للتاريخ، انه شو بدك الخلفاء الراشدين الامويين عباسيين عثمانيين، تاريخ سوريا المعاصر، حرب عالمية اولى تانية، ازمات اقتصادية سياسية شو من كان، الرؤساء وكيف طلعوا وكيف سقطوا، كل شيء سياسي وكل شيء تاريخي قبل 1400 سنة و2000 سنة بالمنطقة كلها قريتها انا قاعد بالبيت. وكأني معزول عن الواقع، حرفيا معزول. يعني اذا بتسأليني شو كان عم بيصير حولك ما بعرف، ابوك عم بمر بفترات صعبة ما بعرف، انا مش هون. شو إحساسهم هن كان بهالوقت؟ بعتقد انه هي اصعب فترة بحياتهم، لانه ولد مسافر وولد ميت وولد اعتقدوا بفترة من الفترات انه خسروني. يعني بعتقد انه بفترة من الفترات هن كانوا معتقدين انه انا مني بكامل قدراتي العقلية بالغرفة. اليوم إذا بقول لك الغربة، الهجرة، العزلة، الواحد يكون هالوحدة، الموت، كل هالكلمات شو بيعنوا لك؟ هدول الشامي. اذا حدا بده يفسر شو هو الشامي هو اللي عديتيهم، ولا شي منيح شكل جزء من الشامي. كل الاشياء العاطلة والسيئة اللي مريت فيها كانت عم بتقوي جانب معين. لا، لما قرر اني انا بدي اطلع من البيت كون جاهز. يعني كل هالصعوبات يلي وصلت اليوم اي انا اكيد، شامي. انا اكيد، لانه عم بقدر اتعامل مع الحياة اللي كتير صعبة. الحياتي هلا والمسؤوليات بمرونة عالية، وكأني بعمل هذا الشي من 100 سنة، كأني بطلع على المسرح من 1000 سنة. كأني مارر بهالتجربة كتير. ما في شي، اكيد له رهبة، بس ما في شي حاسني عم خوضه اول مرة. كل شي سهل. هو بمعنى بفهمك، كل شيء سهل قد ما مرق صعوبات صح، بحياتك. هو ابدا منه سهل. ف كيف فتحت باب العزلة تكون وحدك وقررت تظهر؟ بالعزلة هاي كانت عم بتغير شكلي. انا كنت شاب هيك نحيف قبل ما انعزل. بهي العزلة صرت ناصح، وجانا ضيوف لعنا على البيت، ويمكن لأول مرة بضطر اني غصب عني اظهر. تنخرق خصوصيتي، انه انا بدي اطلع وبدي شوف عالم لأول مرة غصب عني. فكان في انه نظرة رجل كهف علي، شعر طويل وسمين ضخم وهيك، بيحكي 3 4 كلمات كل ساعتين 3. ف فلو طول ضيوف، وقلت انا بدي اتغير، بس ولا شي تاني، بدي اتغير. شو هالكلمة المهمة، لأنه هو الإنسان هو صاحب القرار. لانه انا كنت بعرف انه بفترة او بوقت معين حقولها وبدي اطلع، كنت متأكد. بس ايمتى ما بعرف، وقلت هلأ اجا وقتها. وطلعت من عزلتي هيك، وطلعت قصيت شعري. اول شغلة عملتها اشتريت شوية تياب. مهم. وبس اول فترة كان يصيبني، بعتقد انه كان عندي رهاب اجتماعي قصير الامد يعني. طبيعي. كنت بس اطلع من البيت وشوف عالم ضفيري يعلم على ايدي وتكون معرقة من كتر التوتر. وكتير اوقات شكلت عندي عادة ما بمشي عرصيف. ليه؟ لانه عرصيف في محلات بتركيا، بيطلعوا بوجهك فبيكونوا الناس. واقفين عم يطلعوا علي انا وماشي، ما بتحمل. وعند الرصيف في سيارات، بمشي ورا السيارات على الشارع، لانه ما بقدر اتحمل امشي على الرصيف. هي اول فترة اني اضطريت اطلع من البيت. بعدين قلت بدي اعمل عملية، مهم. اللي هي بدي اقص معدتي وبدي انحف. كان وزني 140 كيلو. يعني صعب اني انطلق بالحياة اللي انا بدي اياها، عم بحلم صير فنان بهي الشي.
ورفضوا أهلي طبعا مثل كل شيء. وقررت رغم هيك إني أطلع أنا ورفيقي لوحدنا، ولا حدا من عائلتي طلع معي. أه وعملتها، ورجعت على البيت كان مش بطني مثلهم عملتها. وبعد شهر شهرين كنت قبل هاي الفترة، بس لقلك في شغلة كتير فارقة لازم أحكي لك عنها. قبل هالعملية بوقت مش كتير بعيد عملت غنية تشيل. هاي الغنية كتير مهمة. مزبوط، هلا رح نحكي فيها كنا. هاي الغنية اللي نقلتني موسيقيا، وبغض النظر عن النقلة هي اللي خلتني اخد اكتر المهنة على محمل الجد وقول اجا الوقت قوم. وهي الهوية والنزوح. صح. ليه؟ لانه حسيت انه الناس اهتمت والناس حبت وسمعت. انا دغري قلت اجا الوقت، اجا وقتك اللي كنت دائما تحكي لحالك انه حيجي، هو اجا، قوم اشتغل. فقمت وعملت هاي العملية وعملت كل شيء وبعد شهرين ثلاثة من العملية طلعت من عند أهلي وقعدت ببيت لحالي. وكنت كل شي عم بعمله هو اني اعمل موسيقى اكتر وطور من الموسيقى واتعلم اكتب ولحن وسجل وهندس لحالي بالبيت. بعدين كمان نقلت على اسطنبول لحتى اكون قادر صور كليبات اكتر، لحتى اكون قادر اعمل اشياء اكتر. لا طبعا طبعا لازم يكون في لا زلزال. زلزال تركيا. وصلني اتصال انه اهلك بخيمة. كان كل البقايا الاشياء اللي هو عملهم هالزلم الجبار ابي، عمل هيك شوية شغل وعنده البيت وسيارة واشياء، راح الزلزال. لأنه بعد الزلزال اجا طوفان. يعني كان الأمل الوحيد هو إنه هالاستقرار اللي شكلناه بهاي المدينة وفقدناه. اجوا لعندي على اسطنبول، قعدوا معي فترة ورجعنا غرفة. كمان هون تغير كل شي، لأنه فهمت إنه حتى البلد اللي كنت ضامنها اني بدي اعيش فيها وانا خلص حابة وبحس جزء من الانتماء لها وانه بعرف لغتها والي رفقة هنيك وهيك، لازم تتغير. ورحت قدمت. كنت من قبل من زمان كتير بقول بدي اجي على لبنان، لانه بعرف اذا بدي اكون احترافي وفنان محترف بدي اجي على بلد مثل لبنان، لانه هي الصناعة فيها كتير قوية. و... وسافرت من لبنان، بغض النظر انه واجهتني بعض المشاكل بالسفرة هي، بس سافرت وطلعت على لبنان. هلا ما اجيت على لبنان بطريقة سليمة، ما بعرف اذا لازم ينحكى بهذا الموضوع هلا او لا، بس بغض النظر جيت بطريقة كتير صعبة وما بعرف حدا تقريبا. وبلد جديدة. يعني تعرفي، رغم حبي كبير هلا لهذا البلد، قديه صار عندي انتماء له وبحبه، الا بس انه صعب تنفهم من اول مرة لما اكون عايش بتقريبا اوروبا مش من أول مرة، بتركيا. لهلأ الواحد ما بيفهمها. بذكر انه كنت اخذ رفقاتي، اخذت بيت فوق، كنت اخذ رفقاتي لحتى يوصلوني على الطريق انه ما في ضوء. كنت خاف اول شهر شهرين بلبنان، كنت خاف امشي بالطرقات لوحدي، وكل شي كان غريب، كل شي. و... ونجيتي على لبنان هي كانت بعتبر انه اخر قلبي بشخصيتي. هي اجت على مراحل، بس اخر قلبي حقيقية بشخصيتي كانت لما اجيت على لبنان، لما اضطريت واجه عالم الفن وانا عمري 21 سنة. واجهت عالم الفن، بس قبل بدي أسألك، ما خبرتني عن أول شغل كنت عم بتغسل صحون؟ اذا بدك، هو هذا المحل اللي بقلك يا لأبي، اللي قلتلك انه هو كان عامله بهذا الشغل. كنت اشتغل عنده بالمجلى. ليه بالمجلى؟ لانه هو في طابقين، طابق اللي هو المصنع وطابق المحل. انا ما في اشتغل بالمحل لانه بشوف ناس وناس بتشوفني، فانا قررت انه انا بدي اشتغل على المجلى لحتى اكون عم بعمل شي بالحياة. وبهي الفترات كان في هيك مسجلة بالراديو بالمصنع تحت، فاسمع عليه موسيقى كتير. وانا اصلا كل حياتي رافقتني الموسيقى، ولا فترة بحياتي ما كانت فيها موسيقى. صير احط لحن وحاول اكتب ولحن انا وعم
عم بجلي. حس انه انا عم بعمل شيء، عم بلتهي يعني، وبس مخي مو هون. مهم. يعني مالي منتبه انه شو عم بعمل، ويمكن يقطع دوام الشغل كلياته وانا مالي مركز. يعني بيجي حدا بيحاكيني، بفوت بيحاكيني وبيطلع. انت او انه بعالمك. كانوا يضحكوا علي شوي، انه يكونوا قاعدين برا عم يشتغلوا فبيسمعوا صوت غنى من جوا، بس انه احيانا ما بكون على مسجله، بكون حاطط السماعات وانا عم دندنها للتلحينه براسي، بكون عم غني فبيسمعوها لبرا، بفوتوا بيتساءلوا علي. هاي الفترة ما كانت على فكرة من أصعب الفترات أو فترة سعيدة، أنا بحبها. ما كانت مأساوية. لا ما كانت مأساوية، أنا عن جد بحبها، لأنه بقول إنه هيك كان فيها نوعا ما سلام. ما عندي ما عندي خجل من نوعية شغلي كان. لا أساسا أنا مخبى. مش عيب الشغل على كل حال. وأنا أصلا يعني ما كنت بكره اللي كنت عم بعمله. وكنت عم بعمل شيء، يعني كنت عم بعمل موسيقى، أخلصها أكتب لحن، أرجع على البيت عندي سماعاتي واغراضي وتوشيبا رام 2 جيجا، افشل لابتوب بالعالم بس مشي حالي. ايوه وعم بتعلم. يعني كنت بهي الفترة عم بلمس تطور الموسيقى عندي. اوكي غنية عن غنية عم بتعلم شي، هون عم بتعلم استخدم الفلتر الفلاني بهندسة الصوت وكذا. كانت فترة حلوة. عم ننقل هلا على 21 سنة، رسمت خط فن جديد. اوكي. شو الاستراتيجية اللي عم بتنفذها وشو الطريقة؟ يعني في خط جديد انت رسمته بالفن، يعني حتى في اغاني بيفوتوا يفتشوا على الكلمات تا يقدروا يفهموا صح. الكلمات، صح؟ فسر لي، خبرني. عم نحكي عن هلا. قلت لي على 21 سنة، هلا انت عمرك 22. اوكي. ما كنت قاصد انه انا بدي اعمل شي مش مفهوم، بس اللي كنت قاصده انه ما بدي اعمل شي كتير مفهوم. مهم. انا كنت بدي اكون بالنص، لانه بكره الابتذال بالموسيقى، اوكي. وبحب الواضح. يعني مثل اي رسام عظيم بالتاريخ لازم تتأملي باللوحة تبعه لتفهمي مشاعره او تفهمي هو شو بده يوصل لك. الرسام نفس الشيء، الفنان او الكاتب والملحن. حرام الفن ينشرب بهي الطريقة اللي كتير شفافة. فكنت دائما باخد وقتي بكل جملة، بكل شيء كتابيا بدي وصله، كنت باخد الوقت الكامل فيه. واحيانا يعني اتعمق زيادة واتقصد انه ايه انا ما بدي كل الناس يفهموا انا هون شو قصدي. يعني مثلا ما في ينتمي للويل بتشيل. ما بعتقد في حدا ممكن يفهمها بهالشفافية اذا ما له معاني من ازمة انتماء بحياته. شو ما فيني ننتمي للويل؟ طب قول ننتمي لوين؟ مالي أرض يما رفضتني السما يا غيم. شو الويل؟ وطب قول انتمي لوين ومالي أرض يما رفضتني السما يا غيم، ليه ترفضك السما؟ بس السوريين اللي معانين فهموا إنه كان في حلين بسوريا، اللي هو يا نموت انفل. يا نكون لاجئين، أو عم نعاني من الأزمات اللي جوا. فأنا قلت إنه أنا بقيت لاجئ لأنه ما رضيت السما حتى إني موت، كان بدي موت بس ما زبطت معي، فرفضتني السما يا غيم. هي أزمة انتماء. شاب الشعر يمه، صرنا عبء على الناس وكل أرض رفضتنا. هي ما في حسها إلا إذا كان إنسان فلسطيني أو سوري أو لبناني أو ابن صح. المنطقة هون كتير فهمان أنا عن شو عم بحكي. كان في يقول إنه والله لجأنا بيها البلاد مدري شو ضلينا برا. كتير سهل هذا الشيء بس مش حلو. حلو إن تلمسنا الموسيقى. هذا اللي انت عملته يعني بمسيرة قصيرة. الحمد يعني لله. الحمد لله، يعني انه عمرك بعد صغير وعندك مسيرة طويلة قدامك، قدرت تعمل بصمتك وهويتك ب يعني بطريق، مش هقول لك مدروس، بس مدروس، او يعني عندك بصمة تركت، يعني عم تتركها، عم بتحطها، عم ترسمها، عم بتبلشها. لما اقول تركتها لانه عم بتبلشها. لوين هالبصمة؟ يعني اليوم انت وين؟ الشامي وين؟ الشامي عم بيطلع على الحفلات، عم بيطلع على المسارح. شو الإحساس بس تشوف ما بحب سميها جنون، بس هالحب هذا هالجنون الحب والتجاوب الناس معك. رهبة المسرح، مسؤولية، هوية وبصمة جديدة، ابتكار. شو الخط من مثلا اليوم؟ على صعيد المسرح والحفلات.
هي معلومة إنه أنا بس أنزل من أي حفلة لازم ساعتين ثلاثة بكون شخص أبدا مش مهضوم إذا حدا بيقول لي مرحبا، يا ويلي. لأنه بكون عم حاول أفهم. لازم بعد كل حفلة فل وحاول أفهم شو صار. ولا مرة مهما حاولتي تصيغي السؤال لا أقدر جاوبك إذا أنا عن جد فهمان لهذا النوع من الحب، فولا مرة بفهمه. لما كنت أنا بأول حفلة ببيروت صارت أول حفلة لإلي، طلعت على المسرح وكنت عم قرب ألمس الناس، يعني قرب عليهم، تكون حاول قريب منهم، وكنت عم شوف ردود الأفعال. ففي إحدى الحالة يلي إنه دق نفسها أو شي، يعني ما بعرف، لما أنا قربت فأنا عملت هيك. لما نزلت من المسرح وخلصت الموجة، شو بتتخيلي واحد بأول حفلة لإله ونجحت؟ بس عم ببكي، بقيت شي نص ساعة بس عم ببكي، وكل التيم وكل الناس حوالي عم بيحاولوا يفهموا انت ليه هالقد عم تبكي، ما انا ما بعرف ليه عم ببكي، لانه لا هيك الناس تحبني، ما فيك تفهمي. صح، وده هيدي نعمة. بالنسبة للاستراتيجية يلي يلي هلا عم ببنيها، أه في عم حق. استراتيجية أنت عم تبنيها، وبعرف إنه أنت بتآمن إنه في شغلك وفي فريق إلى جانبك انا جدا مؤمن من بالفريق. أصدقائك وزملائك اكيد. يلي هن كمان وجودهم حدك. اكيد. فهذا موضوعين هيك فيك اكيد. تحكيني فيهم. فيني احكي عن هذا الجانب من حياتي لما انا قررت امن بالناس اللي حوالي. لأنه فهمت إنه ما في فنان عالمي أو فنان مهم إلا ما كان عنده فريق كبير. وهلا تذكرت شي خطر على راسي، قال لي حدا كتير غالي على قلبي، قال لي إنه ليه في رئيس دولة عنده 6 7 مستشارين والفنان ما بده يكون عنده فريق وبده يحل هو وأخوه كل شي. قلت له الحق معك، قال لي الاثنين بيتعاطوا مع الشأن العام، والاثنين من أخطر المهن بالعالم، عم صح. تتعاملوا مع الذوق العام والشأن العام. قلت له الحق معك، فايه ليه انا كفنان عم بتعامل مع شيء كتير اكبر من عمري، ما بعرف كيف تروح الامور. وصارت معنا كتير مشاكل تعاملنا معها نحن والفريق، ما كنت عم بفهم ليه عم بيتعاملوا معه بهالشراسة. ما قصدي انه كنت عم كون كتير شفاف وعم بعمل شيء مثل زيارة بلدي اللي هو كان صداها كتير كبير. ما قصدي انا نزلت شوف بلدي، ما عندي اي فكر جانبي او شيء، ما بيعني لي، ما بيهمني انتو اللي بيهمكم. انا بيهمني بدي انزل اشوف عماتي، بدي اشوف اهلي. ولكن كان اثر علي كتير كبير واذاني، يعني انا ما عم بفهم ليه عم بتهاجم بهي الطريقه هاي. لو ما كان في فريق حوالي دائما يلي بقعد انا وياه ومن امن بخطتنا ومنطبقها، ما بكون هون اكيد. بتتقبل الانتقادات البناءة من اللي مو بس بتقبل الانتقادات البناءة، ولا مرة عملت شي فنيا، لا حفلة ولا غنية ولا أي شي، إلا ما دقيت للتيم تبعي وعملنا نقد ذاتي إذا ما في انتقادات. بتحب تسمع نصايح؟ كتير كتير. مين أكتر هيك شخص بيأثر فيك بنصايحه؟ غسان شرتوني صراحة. وهذا الشخص اللي قلت لك إياه قبل شوي إنه هو بيضل بينصحني. آه بي عم بيعلمني إذا بدك. هي اشياء اكبر من المادة واكبر من الفن، اللي هو كيف اتعامل مع مهنتي واحترمها، لا تحترمني. هو كان عم بيفهمني شو يعني تصنيف، شو يعني تكون فنان، شو يعني تكون فنان مصنف، شو يعني كلاس اي، شو يعني يكون لك احترامك. آه انا اصلا اول ما جيت لعنده ما طلبت شي، وهذا الشي كان حقيقي، ما كنت عم مثله. لما سألني شو بدك، آه طبعا كيف التقينا انا والتيم انا والشركة كانت صدفة ومش صدفة. آه، بس انا اول شي طلبته هي المشورة. قال لي شو بدك؟ قلت له انا بدي المشورة. ليه بدك المشورة؟ لانه فيك تختصر لي سنين بدي اضطر اجرب واتعلم، وانت مجرب وانا متعلم، اعطيني اياه وانا بتعلم. وفعلا بغلط هون. مثلا كنت جدا انفعالي، انا انسان جدا انفعالي وعاطفي، بتأثر من كلام الناس بمرحلة من المراحل الاولى. فهو يجي
يعلمني إنه إحنا مسؤولين وإنت مسؤول عن نفسك، بس ما فيك تكون مسؤول عن ملايين وعشرات الآلاف من نفسياتهم. انت ما فيك تكون مسؤول هن هو كيف بيتفاعل مع الشيء اللي انت عملته، بس فيك تكون مسؤول عن انت شو عم تعمل. فبدنا نسمع كتير، لانه كل صح. حدا عنده طفولته وعنده كيف طلع وكيف كبر وكيف كل شيء. طبعا بغض النظر انه انا الشيء اللي بيقول لي اياه بيكون مفتاح معين لبعدين انا اروح اتعمق لو وصلت لافكاري الخاصة كيف بدي اتعامل مع الانتقادات. واحيانا هي مش انتقادات، احيانا بتكون شيء ما لازم ناخده بعين الاعتبار، ابدا ما لازم نسمعه. آه، لانه حكيت كمان هذا الشيء ب على ستوري انه في حالة معينة هلا ببلادنا مش كل الناس بتقدر تحول الألم للنجاح. مزبوط. في إذا أنا ناس عم نجحت، تنضب وعم تغلق على حالها مثل ما صار معك بالأول ورجع طلع، إذا أنا بس عم الحمد لله تستسلم. قدرت أحول الألم وقصتي لنجاح، مش كل الناس بتقدر. وإذا هدول أولاد بلدي وهدول أولاد منطقتي وهدول أولاد جيلي، وإذا أنا عندي هاي المسؤولية فلازم أتفهم إنه هو عم بيشوف حدا ناجح ومش قادر يحول ألمه غير لكراهية مبدئيا. يمكن بيوم من الأيام يكون حدا كتير مهم بالمجتمع. في كتير اشياء فهمتها وما كان في افهمها لحالي لو ما مهم. عندي تيم كبير بيساعدني وبوجهني. آه، ليه ما بدي اعمل هيك على الكاميرا؟ يقولوا لي لانه هيك هيك هيك. اوكي، فهمت. اعطوني منطق، بيخاطبوني بلغة المنطق، بس يخاطبوني بلغة المنطق انا بفهم. مهم. لهيك وبنفس الوقت ما في اي استراتيجية ممكن تصير، ما لازم ما في يكون براتها. شو الاستراتيجية يعني والأغاني اليوم يلي أنت عم بتغنيها واللي عم بتحضرها والمستقبلية؟ شو بدك؟ شو بدك من إذا ورا بدك وظيفة هالأغاني؟ التيم والاشياء اللي صارت اللي هي ترويض النجاحات، لانه النجاح كان كتير كبير، كيف أثر عليك هالنجاح؟ هون كتير السؤال كمان. كبير. فكان بحاجة نمرن كيف بدنا نتعامل مع هذا النجاح. انا اجيت ناجح، انا اجيت عامل 70 و80 و90 مليون على اغاني تانية، بس انا كيف بدي اتعامل مع هذا ما النجاح. بعد؟ طب انا وين بدي اغني اول مرة؟ مم. انا كيف بدي اخذ هذا القرار؟ مم. انا شو بعرفني شو يعني تصنيف؟ انا بعرف انه بدي اكتب ولحن وغني، بعدين فهمتن. فاذا بدك كان وظيفة الشركة واهميتها مش بمرحلة النجاح، لانه انا اجيت ناجح، هي ما بعد النجاح وهي اخطر، لانه كيف بدك تضمني استمرارية هذا النجاح؟ النجاح فيك تعلي كتير صح. ونسقط بسرعة. ف أه لحد هي اللحظة لما بدنا نكون عم نعمل خطة جديدة، أه هن بيساعدوني طبعا لأنه هي شركة كبيرة ونحن عم نحكي عن 60 70 80 90 موظف، ما بعرف كتير كتار. بيكونوا موجودين لحتى يطلعوني بأفضل صورة ممكنة، وأنا بيكون عندي فكرة معينة دائما نتناقش فيها مع بعض، عندهم فكرة معينة دائما نتناقش فيها مع بعض. إذا بدك عندي حب لأنه أنا كون عرفان كل شغلة بشغلي، وكل حدا عم ينحكى معه، وكل شغلة عم بتصير وليش عم بتصير وليه بدنا نعمل هيك هلأ. ما في شي بصير إذا ما بكون أنا رضيان عنه أو أنا مخططه أو أنا حاكي فيه، أو لازم كون أنا جزء منه. أنا بحب مهنتي، بحب كون واقف على رأس العمل مع التيم. الأغاني أوكي. والكتابة، أوكي. شو عم تكتب هلأ؟ وين أنت اليوم؟ هلا قلت لك شغلة بأول القعدة، قلت لك إنه لما المؤدي فهمت شي جديد، إنه المؤدي أو المطرب هو موهبة من الله. أكيد عنده مسؤولية وهذا شي كتير كبير، بس هي من الله جاي، هو بيوظفها بطريقة صح وبيمرنها بطريقة صح لتخدمه وتخدم المجتمع ممكن. بس لما يكون عندك عمل إبداعي مثل الكتابة والتلحين، هذا إرث، هذا بيعيش، هذا يمكن بيوم من الأيام يورثه أولادي. أكيد، هاي بصمة الحياة. ففهمت إنه بلشت صراحة أنا بحاجة ثقافات جديدة وإشياء جديدة ومعلومات جديدة لأرجع صيغة بأغاني. فطلبت من الشركة إنه أنا بحاجة بريك، أنا بدي أختفي. أنا قلت له نفس الشيء، أنت بعزك
قلت لهم لأنه إذا ما اختفيت وما انعزلت وما شكلت أو طورت من هويتي الموسيقية ما في يتطور. هو حاستنفذ وأخلص بسرعة، وأنا مثل أي كاتب، مثل أي ملحن، مثل أي موزع، ومثل أي عمل إبداعي في أخلص. أنا طاقة، فلازم هي الطاقة تنشحن بلغات جديدة، تنشحن بمعلومات، تنشحن بكتب، تنشحن بكتير اشياء. انا بحاجة انعزل. فهلا عم نرسمها انه انا ما بدي اظهر اعلاميا كتير، آه اماكن معينة كتير وفي هدف من وراها. ما بدي غني كتير، اطلع حفلات كتير، بس عندي هالكم حفلات هدول لهالموسم حنخلصهم. ما بدي نزل اغاني كتير، لانه عارف النجاح سيف ذو حدين. مم. لانه لما بنكون بعصر السوشيال ميديا احيانا بفهم ليه بعض الاشخاص بيستفزوا من نجاحي، لانه فيه جزء منه مستفز ما بيطلع لهم بكل مكان. لما بتفتحي فيسبوك تلاقي الشامي، بتفتحي تيك توك تلاقي الشامي. بتعرفي هذا الشي شو بيعمل؟ مثل الفلسفة اللي بقولها عن الام والابن. بتشوفي ابنك كل يوم، الام بتشوف ابنها كل يوم مزيكب بزبالة. بتكون بتحبه وكل شي، بس مروق تعودت عليه. يغيب شهر بتكون معاملة كتير مختلفة، وبتكون عم تقدره أكتر وتحترمه وتدير بال عليه وتقوم تطبخ له اللي بتحبه لأنه مشتاقت له كتير. مثل بيكون مسافر، الولد بيكون مسافر صح، وبيرجع. صح. لهيك الجمهور مثل الابن الغالي، بدك تخليه يشتاق لك. ما بتخاف ينسوك؟ بعتقد اني تركت كمان من يومين كنت عم بحكي فيه. بعتقد اني تركت بصمة كافية وكتير كافية. لكن انا قصتي اكبر بكتير من فنان. لانه انا بعتقد انه بعد عزلة فنية دامت سنين على سوريا، انا شاب جديد من هاي البلد كسرتها. ابدا مو بالساهل حينسوني. وقفت على مسرح آه للتكريم، وذكرت اسم بلدي وذكرت جيلي هذا الشيء صعب بسهولة ينتسى ابدا. لانه فكرة البراند او فكرة الاسم اللي بينبنى صح، هي ليه الواحد بيهتم بالبراند تبعه، بيهتم باسمه؟ لانه فعليا الفن بينتسى، بس الاسم بيحميه مم. للشخص. لما بمرحلة من المراحل يجف الألم وتجف الموهبة بيخونني الصوت، مم. بس اسمي ما هيخونني. واسم الشامي اليوم لامع، مش لأنه مشهور، لأنه في عنده قصة. لأنه ما في حدا بيعرف الشامي ما بيعرف جزء من قصته. ما بيعرف حدا الشامي ما بيعرف جزء من أنه هو عنده أزمة انتماء أو عنده رحلة لجوء وانتصر عليها وجمع أهله ببلد واحد. أنا عندي رسالة، عندي قصة عم بحكيها، وهي القصة ما بتنتسى. نورش. وهي القصة بتعطي أمل للناس، صح. والناس ما بتنسى مين عطاها أمل. واللي عم بعطيهم أمل هدول جيل جديد، هدول صعب كتير ينسوا. هدول أنا حكبر معهم وحيكبروا معي. ان انت عندك هدف أكيد غير عندي هدف. الغنى والكتابة، انك تعطي هالامل وتعطي هالرسالة وهالخبرة وهالقصة الحياة للناس كمان. أكيد. الشهرة اللي وصلت لها بتخوفك؟ لانه فيها كمان الشهرة فيها مثل ما انت عم تقولوا سيف ذو حدين، يعني في ناس بتحبك وفي كمان ناس بغاروا، في ناس يمكن بيحقدوا، في ناس بدهم يأذوا. كيف تتعامل مع هالشي بهالعمر الصغير؟ يعني هذا الشيء منه هين. والسوشيال ميديا كمان شيء منه هين، مثل ما قلت بتطلع تيك توك ويوتيوب وين ما كان انت موجود مع هالارقام الكبيره. لهي خفت. كمان وصلت على جوي اوورد، عم توصل على العالميه، عم توصل على ارقام عالميه، يعني كل هالمواضيع موجودة بحياتك. عم بتكون صرت موجود بالمهرجانات المعروفة عربيا، خليجيا، عالميا. أرقامك عم تضرب أكتر من انترناشنال فنانين كمان. كنت قاعد أنا ورفيقي من يومين، وكنت أنا العاشر عالميا، صرت مم. عالميا. فكنت عم نحكي، فحكالي بنبرة استهزائية إنه ليك أنت كل شي عامله، ليكك مرمي بالبيت. من محبته، مش إنه شي، بس إنه ليكك مرمي بالبيت. صفنت كتير بهذا الموضوع، إنه أنا ليه عم بعمل كل هذا الشي إذا نهايتي بالبيت؟ فعليا بصير في قيود، في قيود مجتمعية.
مرمي بالبيت قصدك انه منك قادر كتير تظهر وهيك مش لانك كتير. الحمد لله هي نعمة، بس أنا عن جد ما بقى قادر انوجد بأي مكان عام، لا هون ولا بكل البلاد المجاورة لإلي. يعني حتى إذا بدي أسافر لبلد مجاور ما بتنحل مشكلتي. ففهمت إنه لازم يكون في ترجع علاقتي أنا والبيت قوية، العلاقة القديمة. لازم. ونفسي طويل مع الوحدة أنا، فهلأ رجعت. فكنت بفكر إنه أنا عامل كل هدول لأكون قاعد بالبيت، وفهمت إنه في ضريبة لأي شيء. صاحبك عم بيقول لك انه ليك انت وين قاعد بالبيت وما عم تقدر تظهر. دايما هذا الشيء الواحد بحسه انه اذا نحن ناس معروفين ظهرنا صعبة، لانه كيف بدنا نكون، شو بدنا نكون، كيف بدنا نتعاطى. وخصوصي انت اللي بتحب عبر السوشيال ميديا تتعاطى مع الناس. بس قد هذا الشيء صعب يعني بحياة الشاب، انه بصير في مسؤولية اكبر. بتعرفي، أعطيكي مثال صغير. أنا عندي مشكلة صحية صغيرة، بس من الآثار العملية إنه أنا ما باكل كتير، فهذا المؤكل كتير بيعمل هبوط بالسكر. هبوط بالسكر شو بيعمل؟ أول شغلة بيضربها هبوط السكر هو بينزعلك المزاج. فأنا هابط سكري فرضا وقاعد بالسيارة، بخاف نزل شباك السيارة، لأنه ما بعرف إذا أنا بحبه، بس ما بعرف إذا وشي وملامحي وتعابيري أنا هلا تعبان حيساعدني إني أتعامل معه. كتير صعب انه الانسان يكون دائما جاهز يتعامل مع ناس بيحبوه. هو دائما جاهز يتعامل مع كل الناس، بس الناس بيحبوه هذا شيء كتير صعب، لانه هو بيكون شايفك اقرب للمثالية، بيكون شايفك شخص دائما مبتسم مثل المسرح ومثل الستوري مثل وبتحكي بطريقة معينة. اذا شاف اي شيء ما يفهمك غلط. حتنعكس نظرته، حيبطل، يمكن ما بعرف اذا حيبطل يحبني، بس حينفقس هو، حيقول انه لا ما كنت متخيله هيك. وانا صارت معي مع فنانين مفضلين بالنسبة لإلي، انه اذا بدي اقابل فنان اذا كان غير مثل ما انا مالي متعود، حقول انه رح انفقس. حانفقس. رح ياخد بس صورة غير عنه. صح، بالمقابل كمان اذا شفته مثل ما انا بعرفه كتير بنبسط وبتعلق فيه اكتر. يعني هيدي لهيك بدي يكون دائما جاهز وحريص على للتعامل كل مع الناس. صح. يعني هذه مسؤولية بتصير وصعبة، صح، وبتأثر على حياة كل شخص. عم تأثر، بس الحمد لله عم نقدر الحمد لله. نتعامل معه. بس ليش الإنسان المشهور ما فيه يعيش بحياة طبيعية محترمة ضمن حدود؟ يعني ليش عنا هيدي النظرة إنه واحد فيه ينزل، حقه ينزل على مطعم ياكل، حقه يظهر ينقي كتاب، حقه مش إنه بس أونلاين يعمل إنه أول شيء إذا هو عارف كيف يكون شخصيته وهو حاله. أنا الحمد لله كتير محبوب، بس ومع هيك الشخصية العامة مش دائما أمان يكون عم يتحرك بمكان هو كتير معروف فيه. هاي نقطة كتير مهمة. النقطة الثانية إنه في، ما بعرف كيف بدها تتفسر، بس فهمت شغلة علم منه شيء عادي، إنه الفنان ما في ينوجد بالأماكن العادية لأنه بيفقد بريقه. يعني أنا قاعد بكافيه معينة عادية وأنا كتير بحبه عبالي، بس صعبة. صعب صعب تتفسر. يعني ما في واحد يقول نياله. لا، أكيد لا، لأنه الضغوطات عن الضغوطات الاجتماعية اللي بتجي من وراها ما فيك تسيطر عليها، ما فيك، فبتصيري بتلحقي الأأمن. شو الأضمن والأأمن؟ هو الانعزال أكتر. بحب من وقت للتاني أطلع أشوف الناس. أنا يلا عبالي أنزل وأتفتل وأشوف الناس وأتصور معهم وهيك، بس إيه قد إيه بدها تكون هي كتيرة، وقد إيه هذا الشي مريح. يعني خلينا نحكي من الجانب التاني، قد ايه انا اجت لعندي امي من كم يوم لهون زياره على البلد، وكان على عبالي بدي نوجد انا وياها باماكن عامه، بس بطبيعه الحال اذا انا موجود تنفتح الكاميرا قبل ما ينقال لي مرحبا، وانا ما بدي اهلي يطلعوا على الاعلام او على السوشيال ميديا. فاجت امي وقعدنا انا وياها بالبيت. قديش اليوم هي مفتخرة فيك؟ بحس انه اهلي بيحترموني كانسان اكثر من فكره ابنهم، لانه ما في وعد وعدتهم اياه بحياتي وما لبيته.
حلو. ما في وعد ما وفيته كلهم. وهذا الشيء خلاني احترم انا حالي واهلي يحترموا شخصي قبل ما اني اكون بس اهل وابن. علاقتي انا واهلي فيها يعني فيها شوي احيانا تنحط على مشاعر ال الابن والاهل على جنب، وبيكون عم يتوجه لي احترام لشخصي على اللي انا عملته على تجربتي. وهذا الشيء كتير بيعني لي، لانه بينعطى حب للابن مهما كانت ظروفه مهما كان حالته، بس انه تنعزل هاي المشاعر وينعطى لشخصي وتقدير لشخصي. هذا الشيء كتير بيعني لي. أكيد أخذتك لكل واحد بشقفة من هالعالم مبسوطين ومفتخرين فيك. أه شو كنت بتتمنى لو عمر هون؟ تعرفي أكتر شي كنت متمني لعمر إنه يشوف فترة حلوة بحياته. يعني ما شافها الحرب السورية وشافها دغري هو صغير، وطلع برا لجأ ومات لاجئ. بتعرف شو يعني الإنسان يموت لاجئ؟ واندفن بتربة لاجئين. ممنوع أخي كان يندفن بالتربة اللي نحنا بدنا إياها. هاد شي كتير عنالي، لأنه هو لاجئ فبيندفن بترب معينة كتير بعيدة عن المدينة. بتعرفي هلأ إنه نحنا ممنوع نرجع لتركيا وأخي مدفون هنيك. فصار عندي عقدة ما بيهمني وين أعيش، بدي أرجع هالبلد لأنه بيهمني وين موت. ولو بدي أشتري قبر بسوريا لحتى بس كون أنا ضامن وين بدي موت، مش مهم بقى وين بدي أعيش. فأخي علمني كتير، وبزعل كتير إنه ما عاش سنه وما عاش حياته. وكان هو ولد استثنائي، هو ولد مميز، مش بس لأنه أخي. كان مثل الملاك وكتير ذكي وبيحترم الظروف اللي عم يمر فيها أكتر مني. أنا الأكبر منه، أنا كنت إنسان متطلب ونقاء، هو كان كتير يحترم الشي اللي عم نمر فيه. عمره 7 سنين. كنت بتمنى له يعيش حياة طبيعية. هلأ نحن ارتاحت أمورنا وكلياتنا مرتاحين الحمد لله. فإذا كنت بتمنى شي إنه يكون هو موجود هون ويشوف كيف قدرت انقل حياتنا، عملتها. أكيد هو من فوق ملاك بالسما. شو طالع بالك تكتب اليوم؟ اليوم اكتب عن حالي مثل العادة. اكتب عن صراحة، عم بكتب هلأ شي كنت يعني من يومين عن الرحلة اللي أنا فيها، بس بطريقتي المعتادة، مش هالقد شفافة بدهم يقروها صح. وقديه صعب وقديه مسؤولية وقديه إنه يكون عبالك تكوني قريبة منهم أكتر من هيك. وعن جد بيكون جاي عبالي يكون قريب من جمهوري والناس اللي بتحبني أكتر من هيك، بس صعب لأنه بدك تنتبهي من أي شي عم تعمليه، لأنه أنت أي شي بتعمليه بصير رأي عام. بتعرفي قد صعب هذا الشي؟ كتير صعب. تصيري بتخافي أصور إنه أنا بالمسبح بس ما في ناس عم بتموت بالسنغال، لا ممكن يتضايقوا مني. صح. بس أنا عمري 22 سنة. بس هذا العالم وهيدا الحياة، وبهالعالم وبهالحياة وبهالكرة كل يوم في مصيبة، وكلنا مرقنا بمصايب، وبذات الوقت كلنا ناس. وإذا ما عشنا وما تنفسنا وما كفينا وما كنا إنسان، ما فينا نكفي ونعطي ونترك بصمة كل واحد وين هو. ما فيك تضل تفكر هيك، لأنه بالآخر بتتعب كتير. وانت عملت شيء، ولازم تكون هالمثل لهالاشخاص اللي هن عن جد بيحبوك، وتعطيهم انه انت انسان. وهذا الانسان بيكون حاله مثل ما قلت، وبيقرا وبيشتغل على حاله وبيدرس وبيتعلم، وما بيكون مستحي من وضعه ان كان ببيته او بحياته. هيدا الحياة. فالواحد كمان هيدا الشيء مهم، يمكن لازم تكتبه وتغنيه. قديش عم تخلي الناس تتأقلم مع الكلام اللي عم بتغنيه وتفهمه أكتر وأكتر؟ كيف عم بتخليهم يتمرنوا على هذا الشيء؟ تعرفي هو فخ، موسيقتي فخ، ما حتفهميها أول مرة، وأنا بقدر أبصم لك
ويجزم لك انه ما في حدا سمع صبرا مثلا اول مم. مرة وقدر يحبها لا من لا، اول فاتوا مرة. كلهم وصاروا يقروا الكلمات. مستحيل. بس هي فخ. انت حتسمعيها اول مرة، فينتابك الفضول، بدك تفهميها، واذا فهمتيها هذا الفخ ما بقى فيك توقفي عن تسمعيها. فخلقت يا والجذب. وانا هذا الشيء اللي عم بعمله. يعني بصبرا او بيليلو يا العين او بخدني او بوين او بهي الاغاني الاخيره، دائما في مكان مثير للفضول وللشك، فبدهم يبحثوا عنه. بس يبحثوا عنه انه مثلا بيشغلوني عيونك يا عيوني، بيرسموني اقلامك، بحكيكي موسيقى يا دقيقه كنا سنه قدامك. هيك مش غريبه. بس هن اذا بيرجعوا لورا بالقصه بيعرفوا انه انا الاكس تبعي او اللي انا بغني لها دائما كانت رسامه. منيحة. في تبعية. في تبعية بموسيقتي، لأنه أنا نفس الشخص اللي عم بكتب، فعم بكتب عن حالي. انتوا عم بتشوفوا كل مرة الجزء التاني من القصة. فلأنه هي رسامة فعم بقلها بيشغلوني عيونك يا عيوني وبيرسموني إلامك. هي رسامة. فلما عرفوا إنه شو ذكي يعني، اجتهم هي فهمنا. يعني انت عم تكتب كتاب. إذا بدك إيه. لأنه إذا بتسمعي من يلي دار لإلا وحتى اللي انحذفوا، إذا بيرجعوا ينوجدوا بيوم من الأيام، حتسمعي تسلسل أحداث من أول حدث خطير صار معي بحياتي اللي هو وفاة أخي انكتب، لهي اللحظة ما في حدث خطير صار بحياتي مش مكتوب وموجود. كل شيء. إذا بكون في مشاكل وصار في مشاكل عائلية أنا كاتب غنية وموجودة بكتب كل شيء بيخطر على بالي وبلحنه. أنا أنتوا عم تقروا عن طريق موسيقى حياة شخص، شو عم بيفكر وكيف عم بيفكر كيف تعامل مع هذا الموضوع وكيف يتعامل مع الحب انه بيشعل حرب لعيونه، وشو شخصيته. انتوا بتعرفوني من موسيقتي. انا نفس الشخص اللي عم بكتب ولحن. التلحين هو الجزء الثاني من القصة. كيف عم لحنها، شو بنعومة بشراسة، شو المشاعر اللي عم وصلكم اياها. الموسيقتي انا ما فيها ايدين عم تدخل، انا كلها عم بعملها. فهذا الشيء مثير للفضول، لهيك بيتعلقوا بشخصي، لهيك مم. بصيروا بفوتوا بيسألوني أسئلة شخصية بدهم يعرفوها. لأنه سمعوا باللي دار في شوي جراءة بالكلمات، إنه بعرف وجعك والضيق، أنا عبود شو نسيت، بعرف تفاصيلك كلها، بعرف كم شامة بجسمك والطيب. شو عم تحاول تقلنا. رح قلك عن اللي دار لأثبت إنكن وليدات، استحكمك الواطي وعرق الشرقي فورا بان. شو هالجراءة هي. بس فهم ما وراء الكلمات، حتعرف انه انا عم بحكي قصة بنت تركتني وراحت لشخص تاني، وانا عم واجهها وقول له انه انا بتحداكي، وبعد فترة حيبين انه هو شرقي وشرقي اكتر مني، وحيتعبك بمخه. طلع معك حق. طلع معي حق. شو بتتذكر هيك من كل اللي عم بيصير معك؟ شو هيك في قصص مهضومة صعبة، مواقف تنحط فيها، أو هيك حدا يمكن بيأثر فيك قال لك شي كلمة، شو هيك بيجي على راسك؟ انا عموما اكتر شخصين هلا مؤثرين بحياتي هو ابي وغسان شرطوني. وتقريبا انا شخص منصت دائما. لما بقعد معهم بكون قاعد بقعدة ساعتين وثلاثة ايا كانت، يمكن تطلع مني 4 أو 5 كلمات اذا انا بس عم بسمع. ف كل شي عم باخده، او تجاربي هلا على جميع الأصعدة، تجاربي اليومية أو بأحاديثي أو على السوشيال ميديا أو إعلاميا أو كل شي فأنا الأكيد إني عم بتشبع وعم بفهمه، عم بتعلم. أنا عم بنتبه على حالي إنه يوم عن يوم وكل يوم عم بيتغير شي فيني. وقت كنت بجوي أورد كان تايم حسن حدك عم بيحكيك صح؟ صح. كان عم ينصحك. قديش صح. بتأثر إنه كمان في هالفنانين الكبار اللي عملوا طريقهم وهيك عم بيدعموك وعم ما بيحكوا. عامل لك منيح إني ما بفهم. لأنه فكرة إنه الأسماء يلي مثل الأستاذ تيم حسن أو السنديانة منى واصف، آه، وكل هدول الشخصيات يلي أنا بحبهم من أنا وصغير وبيأثروا فيه لما يكونوا موجودين. تعرفي فكرة جوي أوردز مستحيل تموت بحياتها، لأنه كل الفنانين بيحلموا أول يطلعوا على مسرح
مش غرورا، لأنه بس تنحكى حتنفهم بطريقة مشربكة. بس بتعرفي شو يعني؟ إنه أنا بدي أطلع أول مرة على مسرح، بس ما يكون جمهوري قدامي، يكون أهم المؤثرين والفنانين اللي موجودين يمكن بالمنطقة كلياتها والوطن العربي كلياته عم يطلعوا فيه، ولما خلص كلمتي تكوني عم تطلعي فيهم هن عم بسفقولك. بتعرفي قديش هذا الشي كبير لأي إنسان؟ بعرف. وأنا كنت عم بتطلع، وإذا بتنتبهي بالفيديو عيوني كانت عم تعمل هيك. أنا عم بحكي بس لا is it for real؟ بس عم بتطلع إنه عاصي الحلاني مبتسم. على الأستاذ راغب علامة، تيم حسن، مع هل حفظ هي الألقاب حقيقة؟ طبعا. أهم الأسماء، كل الناس اللي ممكن يكونوا مؤثرين بالمنطقة كلياتهم موجودين وأنا عم بلقي كلمتي أول مسرح بحياتي. هذا الشيء مستحيل ينتسى، ما فيني أنسى للأبد. لما يجي ولد من أولادي اللي وين أول مسرح طلعت فيه بحياتك، لازم يقول واو. هاي مسؤولية. أكيد مسؤولية، إن شاء الله دايما نكون قدها. ان شاء الله رح تكون بفتكر هي الحياة اللي عملتك اللي رح تخليك تقدر تكفي هيك. دايما في فقرة هيك، في سؤال من تشات جي بي تي: انت قديش اصحاب مع تشات جي بي تي؟ يعني بوحدتك ايام بتقعد تتسلى معه او ما كتير؟ يعني بلا، رح ياخد محلك شي نهار او لك؟ لا ما بحس. لكن الحال ما في عيش اللي عشته، مش رح يحسه. لا ما بحس. بيسألك كيف أثر التراث الشامي والثقافة السورية على أعمالك الفنية، وهل هناك رموز أو عناصر محددة تحرص على تضمينها في أعمالك؟ شو هو؟ إذا أثر التراث السوري أكيد. والثقافة السورية على أعمالك الفنية، وهل هناك رموز أو عناصر محددة بتحرص أنه تضمنها بأعمالك؟ أكيد. دائما الغنية قبل ما يتقرر إنه تتأطلق، لازم إذا بدك تكون فهمان لوين تتوجه. يعني هاي الغنية لهذا المجتمع، هاي الغنية لهذا المجتمع، فليش انصبت بهذا المجتمع؟ لأنه بعرف إنه الحس بيحبوا يا الليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا. هي الرجولة والقوة والتمرد بالصوت بحبوها، فهي أكيد في روح المنطقة فيه وموسيقتي موجودة. تشات جي بي تي عم بيسألك سؤال أنا كنت رح أسألك إياه أنت وعم بتخبرني عن غنية وما عاد سألتك إياه: هل سبق أن أثرت تجاربك العاطفية على مسارك الفني أو الأعمال اللي بتقدمها؟ أكيد. هلا على الأعمال خبرتني. أكيد، وعلى حياتي أكيد، على كل شيء أكيد. كانت تجربة علمتني كتير. هذا خبرتنا كل القصة. مش رح أسألك إياه: ما هي أكبر التحديات التي واجهتها كفنان سوري في الوقت الحالي وكيف تجاوزتها؟ هو أصعب شيء بالعالم إنك تكون فنان وسوري. لأنه كل العالم بتعمل فن لجمهور واحد إلا الفنان السوري. التعامل مع الشأن العام السوري، التعامل مع سوريا والوضع الراهن لوضعنا نحن كسوريين وكل شيء بخص وضع سوريا المنطقة كلها شيء كتير صعب. وبحمد الله إني قادر أكسب قدر الإمكان من قلوب ولاد بلدي وولاد المنطقة كلها توجيلي. أكيد. عم تشرب قهوة حلوة أو مرة؟ حلوة شوي. والحياة هلأ خبرتني عن كل مرورتها، بس كيف تتعامل بالحياة الحلوة والمرة وصعوباتها وطلعاتها ونزلاتها؟ بحس الحياة حلوة، بس في تجارب معينة إذا ما مرقنا فيها بحياتها حتصير حلوة. إذا ما تعلمنا كيف نرضى، إذا ما تعلمنا كيف نقوى، إذا ما تعلمنا كيف نصبر. بس لأقول إنه تعلمنا هاي وتعلمنا هاي وتعلمنا هاي بدها تكون بشعة. بس لما نتعلمهم لهدول، لهيك بيقولوا إنه عمر النضج أو بعمر معين بصير الإنسان سعيد بحياته. ليه؟ شو فرق؟ بس الفرق إنه هو مضى وقت بعمره وتعلم فيه، تعلم يتعامل مع هاي المشاعر. فالفكرة بالحياة إنه أكيد بيوم من الأيام حتكون حلوة، بس دايما بقول إنه مش هذا الوقت اللي الحياة تكون حلوة. هذا الوقت اللي نحن نكون عم نتعلم، عم نشتغل، عم نجرب، عم نسعى، عم نسافر، عم نعمل كتير اشياء بكير لحتى تكون الحياة حلوة. بس أكيد في جزء منها كتير حلو، بس تنبنى العيلة، تكون عيلة لطيفة وحلوة. وبس نكون أسسنا أساس اجتماعي حلو، ثقافي حلو بالحياة، أكيد بتصير حلوة الحياة.
قديش الواحد اللي عمره 22 سنة صار لي ساعة بحكي أنا وياك، يعني شي عمق وفي نضوج. قديش هالحياة وهاللجوء عمل هالنضوج وهالمسؤولية وهالعمق بحياتك. قديش هذا تقل وغنى بذات الوقت للشخص. وين بده يتفجروا كلهم؟ بالفن كلياته. ما قلتلك كل التجارب اللي ذكرتي لي اياها باول حلقة، قلتلك هن اللي خلقوا الشامي وشكلوا الشامي، وكل التجارب اللي حابة عم عايشها وعم بتعلم منها هي ما حتعمل شي قد ما هي حتقوي الشامي ومشروع الشامي. بعد 10 و20 سنة رح تضل محافظ على هالشي بتمنى. وعلى هالمبادئ أنا بحب وعلى مهنتي، هالنضوج. أنا بحب مهنتي وبحب شغلي وبحب حالي وبحترم حالي، وأي إنسان عنده هاي الصفات حيقدر يحافظ على الأشياء الحلوة اللي بحياته. رح تقدر تحافظ ما يصير في غرور وما يصير في كل هالأمور؟ ما بعتقد بحياتي ممكن غير، يعني ما بحس إنه لو بدها تصير كان صارت أنا وأولتي. ورح تضل قادر تكفي بهالنضوج وبهالعمق؟ بتمنى. النفس أمارة بالسوء، بس عم نقدر نروضها. شو بده يغير هيك الشامي إذا بيمسك هيك عصا سحرية؟ شو بده يغير؟ عصا سحرية؟ بده يكتبهم بغنية، شو بده يغير؟ ولا شي، ما عبالي غير ولا شي صدقا. فكرت بالموضوع لأنه كل شي صار بحياتي خلاني هون وأنا ممنون وين أنا. وبالعالم وباللي عم بيصير حوالينه. يا ريت كانت بتوقف كل الحروب وكل الدم وكل الاشياء اللي عم بتصير، وبتعز بنفسي لما اكون انا بفترتي الذهبية بالحفلات وبالحياة وبمهنتي، وبيكون الناس حوالي عم تعاني من حروب وأزمات معينة. هذا الشي منضل نتمناه من بداية الخلق لنهاية الخلق، انه توقف الحروب ويوقف الدم بالحياة، لانه بكل حالاته بشعه مش حلو. إن شاء الله. نتمنى. رح ناخد صورة. نايموني. بتضل هيك رايق دايما؟ قد مهم الرواق بالحياة والواحد يقدر يكون under control؟ هذا تعلمته. قديش مهم الواحد يتعلمه؟ إذا ما تعلم الرواق ومضطر يحمل مسؤوليات كثير ما بيكفي، بتخونه أعصابه وصحته. صح. لازم يكون قادر يمتص كل الاشياء اللي حواليه بهدوء وبرواق وياخد نفس، لانه الاماكن المهمة بالدنيا ما بتحمل ضعفة وناس شفافين كتير وبيتأثروا من كل شيء. لازم يمتن الانسان يقوى. صح، انا معك. قديش اليوم بس افرجيك صورتك قديشك راضي عن حالك؟ بحبني صدقا بحبني، وكتير مبسوط بكيف غيرت من حالي على الصعيد الخارجي وعلى الصعيد الداخلي، لأنه ما في شي إجا بالسهل. صح، ولا أي شي إجا بالسهل. لهيك لا بدي غير شي ولا بقى بدي غير شي من، يعني قصدي من الاشياء اللي اساسية جذرية فيني. اكيد بسعى اطور حالي وسقف حالي دايما، بس انا قلبي وكيف فكر بعاطفتي وهيك ما بحياتي بدي يتغير. بحب حالي مثل ما انا. حلو. انا بدي اتشكرك ورح اطلب منك انت تنهي على طريقتك الحلقة. اوكي. البودكاست. بتمنى للأبد إنه لما يكون أي حدا حواليكم عم بيشتت أفكاركم عن أنتو شو حابين تكونوا أو شو حابين تصيروا بالحياة، تسمعوا دائما لحالكم وتكونوا أنتو عارفانين شو بدكم، لأنه ما في صدق بالدنيا قد صدق النفس. وتضلكم بخير. حب وحنان. شكرا حبيبتي.